السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب في كأس أفريقيا. غدا السبت إن شاء الله هتبدأ أولى مباريات دور 16، وطبعا كلنا منتظرين مواجهة منتخبنا الوطني يوم الاثنين القادم أمام بنين. لكن غدا إن شاء الله في مباراتين، السنغال مع السودان السادسة مساء، ومالي مع تونس، مباراة ضرب نار ضرب نار. اوعى وشك مالي مع تونس. يعني في الحقيقة المنتخب التونسي، يعني دايما منتخب تونس من المنتخبات المرشحة لكأس الأمم الأفريقية، لكن الفترة الأخيرة المنتخب التونسي، يعني مش عايز أتكلم عشان إخواتنا في تونس ساعات بيتضايقوا، لكن أنا شفت هم نفسهم بينتقدوا أداء المنتخب التونسي. يعني مفيش هوية للمنتخب التونسي. المنتخب التونسي حاجة كبيرة. المنتخب التونسي دائم الصعود لكأس العالم حتى أيا كان مستواه. المستوى اللي بنشوف بيه المنتخب التونسي صعب جدا علينا ان احنا بنتفرج عليه. ما تعرفش المنتخب التونسي عايز إيه الموضوع ايه، هو جاي فين، بيلعب ايه، اللعيبة طموح. حتى لو في نواقص فنية كنا بنشوف الروح بتاعت المنتخب التونسي جامدة جدا جامدة جدا. كان في قتال في الملعب. مش عارف، يعني علامات استفهام كبيرة جدا. لو هتكلم على منتخب واحد في كأس الأمم، علامات استفهام كبيرة جدا على المنتخب التونسي. أيضا عدم وجود علي معلول، الراجل أبدع معاك في كأس العرب، ومن أنصاف الفرص بيصنع لك فرص، من أنصاف الفرص بيصنع فرصة بهدف. عدم وجوده لغز كبير جدا. هل الموجود أقوى منه؟ لا، الإجابة لا. هجوم المنتخب التونسي بلا شراسة. خط وسط المنتخب التونسي عجوز، سن كبير. فإن شاء الله يكون أفضل. كل ده والله بنتكلم، إحنا بنحب الكرة التونسية وبنعشقها وبنشجعها، ودايما هي واجهة مشرفة للعرب وأفريقيا في كل المحافل. لكن بتمنى تكون ضربة البداية للمنتخب التونسي من مالي، لكن المؤشرات لا توجد. ان شاء الله بالتوفيق لكل اخواتنا في تونس اللي دايما بيعشقوا كرة القدم المصرية والافريقية، واحنا بنعشق كرة القدم التونسية، واحنا لينا باع كبير جدا مع تونس. يعني لينا اضلاع موجودة، عندنا ناس بقى ليهم تقل في الكرة المصرية. عندنا علي معلول، جماهيرية كبيرة وشعبية كبيرة. فرجاني ساسي، بن رمضان دلوقتي موجود. يعني ليهم عندنا أضلاع كبيرة جدا وعمق كبير في الكرة المصرية. طيب، في البداية برحب بضيوفي الكبار اللي مشرفينا ومنورنا. الأستاذ عمرو الدرديري، أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا كابتن مهيب، وسعيد اني معاكم مع البوب النهارده. منور الدنيا. ربنا يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لا، طب ما نخلي نشوف ايهاب الاول، بعد كده بقى انت ارجع لك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن مصر، كابتن ايهاب. اهلا بيك كابتن مهيب، واهلا إيه؟ باستاذنا الاستاذ عمرو الدرديري. الله يخليك. انا صفرت البدايه مع الاستاذ عمرو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. ياسين منصور قدم استقالته. ايه ده؟ هتقول لي اشاعه، هقول لك مفيش دخان من غير نار. هتقول لي انفي، هقول لك مع كامل الاحترام. بص بقى، انا متاكد ان البوب جاي ينفي. طب من غير ما اعرف، انا متاكد. هقول لك انا حاجه إن بقى، الكابتن ايهاب جاي ينفي وهيقول ما حصلش. هقول لك انا بقى بس انا بقول لك مفيش دخان من غير نار. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي؟ طبعا على مسؤوليتك. انا ما اعرفش الكلام ده. ايهاب، طيب انا سبت الاستاذ عمرو يتكلم اهو، فانا برضو اديني يعني لما اتكلم بس عشان ما تقطعوش يا عمرو. لا بالراحه. اتفضل يا ايهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام كلام غير صحيح بالمره، ومش صحيح نهائي. ايه دليلك يا ايهاب يا خطيب؟ امبارح كان في قعده. إيهاب، انت قلت هذا الكلام غير صحيح بالمره. مش موجود والله. مش موجود يا غير نهائي. يعني ايه غير نهائي؟ مش موجود. يعني ما مش يبقى الكلام ده مش غير نهائي. نهائي. ما فيش الكلام ده. اصل انت قلت غير نهائي دي، يعني يعني فيها شك. مهيب، ما فيش شك ولا في حاجه. طب انا هسالك سؤال. ماشي. أكمل. هو ليه قال كده؟ بس اكمل بس. هو ليه قال كده؟ اكمل. استاذ عمرو له الحق ان يقول هو اللي يقوله. طب يلا. واي حد اعلامي من الناس اللي طلعت وعملت فيديوهات او قالت، كل واحد من حقه يقول اللي هو عايزه. لكن وهقول لك ليه اتقال كده، لكن بعدين وما اقصدش بالكلام اللي هقوله استاذ عمرو. لكن امبارح كان في جلسه تقترب من 5 ل6 ساعات،
كان فيها كابتن خطيب يسترب الاستاذ ياسين منصور الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح. ايوه معاك انا عارف. 5-6 ساعات قاعده. طب وقبلها المكتب التنفيذي في النادي الاهلي. فما فيش لا من قريب ولا من بعيد. الكلام ده امبارح. النهارده ايه؟ انا بس طيب. انا بس معلش يا اسامه. طيب. فانا لا من قريب ولا من بعيد. النادي الاهلي مستقر. مجلس ادارته هل هناك ما يدعو لتقديم استقاله؟ هل في استقاله؟ طيب هل لو استقاله مش هتبقى موجوده؟ طب مش هيطلع الراجل بعد كده يقول انا استقلت؟ هل مش هتوصل للشباب والرياضه؟ هل الاهلي خدها وما قالش؟ يا جماعه يا جماعه دي كذبه ابريل بدري قوي 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 قوي. حلو. مش موجود. حاورك بقى. حاورني براحتك. طيب الاستاذ ياسين منصور ده قيمه كبيره. ليه طلع الكلام ده؟ لان برضه هو قالها. يعني انا شفت على السوشيال شويه حاجات كده، لكن ما بصدقش. لان انت عارف ان في حاجات بتبقى كلها فيك. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. انا كنت نايم من شويه وما صحيت لقيت الحاجه كده، عملت اتصالاتي بالنادي برضو. ايوه يعني كلام، يعني ما فيش دخان من غير نار. لا في كلام مكتوب على السوشيال بس طيب. مش مظبوط. وكل ما يتقال على السوشيال لا طبعا احنا مع احترام يعني كل اللي على السوشيال فوق راسنا. ايوه لكن احنا من مصادرنا اللي هي تخصنا في حاجتنا مش محتاجه كلام. أيوة. بس كده. بس في خلاف في الرؤى، يعني في خلاف. ده من وجهه نظر حضرتك. من وجهه نظري. وانت نفسك يبقى في خلاف في الرؤى؟ لا خالص. لا مش موجود اطلاقا. مش موجود. ليه نفسه؟ ليه نفسه؟ البعض ينظر الى النادي الاهلي على نادي الزمالك. مهيب يا استاذ عمرو. البعض شايف النادي الاهلي استقراره ده، الناس حاسده الاهلي على استقراره بس. طب ايه اسبابك انت اللي تقول كده؟ خالص ايه اسبابك؟ احنا بالعكس بندعم استقرار النادي الاهلي، وحاجه تبقى كويسه. اسبابك بقى اديني اسبابك. اسبابي اللي خلاك تقول الكلام دوت. انا هقول لحضرتك اسبابي ان في خلاف كبير في الرؤى في اداره كره القدم ما بين الكابتن محمود الخطيب من جهه وما بين الاستاذ ياسين منصور من جهه ثانيه. ده عنده فكر. بدري قوي على الكلام ده يعني. لا مش بدري ولا حاجه. لسه الانتخابات وفي قايمه واحده على فكره خلاف الرؤى مش معناه هو كل خلاف واختلاف تقول استقاله. ما هو برضه كلام مش منطقي ان انا اتنين حتى اختلفوا في راي اقول استقاله الاستاذ ياسين منصور. هو برضه في سابقه قبل كده الاستاذ ياسين منصور قبل كده. ايوه بس ما كانش نائب رئيس مجلس اداره كان رئيس شركه الكوره برضه. كان يعني كان في منصب مهم في النادي الاهلي. تمام. في رئيس شركه الكوره وقدم استقاله برضه نظرا لخلاف في وجهات النظر. ايوه بس المره دي مفيش تهميش دلوقتي ولا في اي حاجه. راجل واخد وضعه وهو اصلا اسمه كبير طبعا واسمه ولا في تهميش ولا في عدم مشاركه ولا في كل حاجه. وهذه شائعه لا تستحق ان نضيع وقت المشاهد وقتنا فيها اكتر. انا مع ايهاب. انا مع ايهاب. طيب رحيم نبتدي بقى. في عندك ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول بس ان انا قلت سبقت وقلت ان الاستاذ ايهاب هينفي اللي انا قلته. بس طبعا انا وهو نافى برضه اللي انا قلته. طب استاذنك يا استاذ عمرو. انا بقول لك اهو. هستاذنك. هو يعني مش معنى اللي حضرتك قلت حاجه ان دي صح او غلط وكذلك انا. تمام. فانا مش بنفي، انا بقول المعلومه الصحيحه اللي من مصدري الرسمي. اللي انا بقول لك كلمت ناس في الاهلي لو قالوا لي حاجه صدقني انا اقدر على الهواء اطلع اقول حصل كذا. تمام. بس طيب انا عندي بقى معلومه مهمه جدا. ان هناك قرار في مجلس اداره هناك قرار في نادي الزمالك. لن يكون هناك اي مدير فني للفريق الا بعد سداد مستحقات اللعيبه. يعني رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم مستحقات اللعيبه تسدد. بعد كده رقم 2 المدير الفني. 90% من الاداره الفنيه او الناس المحترمه المرشحين مش موجودين على الطاوله دلوقتي. 90% وارد كل شيء، لكن 90% منهم مهم مش جدا. موجودين. وممكن ان يكون هناك مدير فني اجنبي. هتقول لي مدير فني مدير فني اجنبي حنين. واحنا كنا نعرف يانيك فيريرا ده واحنا كنا شفناه في حته وده حنين خالص. ده حنين خالص. فممكن يكون مش على فكره حنين في الفلوس وفي التدريب. لا ما اعرفش على فكره. مش معنى ان هو حنين انت ممكن تكتشف واحد ده حنين في على ممكن فكره تكتشف مدير فني. بس عايز اقول لك مع كامل احترامي هو نجح. جوميز كان حنين في الفلوس ومع هذا كان مدرب كويس جدا ونجح على فكره وعمل نجاحات كبيره. احنا ما قلناش جوميز هنا فمالهاش علاقه بالفلوس. لا احنا ما قلناش جوميز هنا. احنا قلنا يانيك فيريرا كان حنين في الفلوس وفي التدريب. ما ده برضه كان حنين في الفلوس بس تمام. هو بس مهم يا كابتن مهيب ومهم يا استاذ عمرو فعلا ان معظم لعيبه الزمالك
مش هقول عمرو اضراب، ما بتنزلش التدريب وبتاع، لكن اهم حاجه بصراحه مستحقاتهم الاول، وبعدين يجي مدير فني برضو. لا بس بقدر انا نادي بقى عايز الزمالك. انفي موضوع الاضراب ده، عايز انفي قصه ان اللعيبه مش عايزه تنزل والكلام ده كله. لا، الزمالك عنده اصابات كتير جدا جدا جدا. هم 3 لعيبه اللي نزلوا التمرين يا لا، زعيم. في اصابات كتير جدا كويس. في نادي الزمالك. كام واحد مصاب حضرتك قولهم؟ 6 مثلا مصابين. مين هم؟ لا، وفي غيابات. عبد الله ماشي. السعيد. ماشي. ده غير الغيابات، انا بقول لك المصابين. ودونجا بنقول له الف مبروك، المصابين هيتجوز. حوالي 6 غير الغيابات. ودونجا غيابات في هيتجوز. منتخب تونس، غيابات في منتخب كويس. انجولا، غيابات في منتخب مصر، غيابات كتير. كويس. فالزمالك ما عندوش لعيبه، في 17 لاعب تقريبا. هم 3 من الاساسيين اللي بينزلوا في التدريب. 17 لاعب خارج الخدمه مصابين، كويس. ما بين اصابات وما بين كويس. منتخبات. 17 لاعب، فبالتالي القوام الموجود ما عندكش قوام عمر يلعب. جابر فبالتالي والونش لازم، وعواد، ادي ال3 اللي بينزلوا. ايوه عشان في اصابات، ما انا بقول لك في اصابات. طيب صح. أنا مش نتجاوز مختلف. بقى الحته دي، مش قصه. نتجاوز. انا عايز اخبار بقى النهارده، اديني اخبار الزمالك، بقول اديني اخبار الاهلي. اتفضل يا عمرو. انا بتفق مع حضرتك في موضوع المدرب. ايوه في مدرب اجنبي هيكون في نادي الزمالك في الفتره الجايه. والله مدير فني اجنبي، انا بتفق معاك في الرؤى. في مدير فني اجنبي، وهيكون في مساعد مصري يشتغل. هو الفترة الاصلح من الجاية. وجهه نظرك انت يا لكن زعيم، من وجهه نظرك انت في التوقيت ده، اجنبي يعني مش واحد زي طارق مصطفى، مش لا، واحد زي الأجنبي. الاجنبي. لا الاجنبي. الاجنبي على فكره لو جبت، بص يا جماعه، نداء الى المسؤولين في نادي الزمالك، النداء الاخير زي ما بيقولوا، والله العظيم 3. احنا ما بنحبش المشاكل، ودايما ناس كتير احنا بنعرض اللي بيحصل على فكره، وده غصب عننا، وانا ما بحبش اعرض مشاكل ولا اي حاجه خالص. لكن النداء الاخير، القطار الاخير، بتمنى مجلس اداره نادي الزمالك وجون ادوارد يقعدوا على طاوله واحده ويتحدوا حتى اذا كان هناك الاختلاف في الرؤى، يتحدوا من اجل نادي الزمالك، يتحدوا من اجل هذه الفتره الصعبه، يتحدوا من اجل تيشيرت نادي الزمالك، يتحدوا من اجل جماهير نادي الزمالك. خلوا اسم نادي الزمالك هو اللي قدامكم، هو اللي بينكم. هاتوا شعار نادي الزمالك كده، تيشيرت نادي الزمالك، وحطوه على الطاوله في النص، واقعدوا بصوا عليه، وسيبوا خلافاتكم، وسيبوا اختلافكم في الاداره الفنيه والاداره المعنويه والاداره الاداريه، في اي حاجه سيبوا كل حاجه، وبصوا لتيشيرت نادي الزمالك وجماهيره لمره واحده، جربوها، جايز تنفع. صفوا النوايا واشتغلوا من اجل جماهير نادي الزمالك بهدوء وبالراحه. ضعوا الخلافات جانبا، ضعوا الخلافات جانبا، هاتوا الملفات واشتغلوا عليها ملف ملف. ادوا الناس فلوسها اللي بتلعب، اللي هي في وش المدفع، واللي هي ظهركم، واللي هي راس مالكم دلوقتي، اللعيبه اللي موجوده ريحوها عشان تديكم نتائج. مفيش موارد يا مهيب. بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. عايزين تبيعوا بيزيرا بيعوه، عايزين تبيعوا ناصر ماهر بيعوه، عايزين تبيعوا اي حد بيعوه. ما هو اصل انت اللي مش هتبيعه هيبيعك. ليه؟ بالظبط. اللي مش هتبيعه هيبيعك، لان بيزيرا مثلا مقدم بتاع، فانت ما اديتوش حاجته، هو من حقه، ده محترف. اي لعيب محترف مش تقدر تبكي عليه. انما اولاد الزمالك هيفضلوا شايلين نادي الزمالك على فكره. أيوة. بمناسبه الاستقالات على فكره، نادي مجلس الزمالك مقدم استقاله جماعيه في وزاره الشباب والرياضه واترفضت، وده على مسؤوليتها اهو. بمناسبه الاستقالات، انفي براحتك يا باشا. انا بنفي. انفي براحتك. واحد اداك أنا بقول لك استقاله أهو. ونفى، واحد اداك استقاله مجلس كامل، مجلس كامل، يعني مجلس كامل، كل حاجه موجودة. مجلس اداره نادي الزمالك قدم استقالته للدكتور اشرف صبحي، والدكتور اشرف صبحي رفض. والكابتن احمد سليمان هيدخل بعدين اساله، حضرتك قدمت استقالتك يا كابتن احمد؟ اساله بشكل شخصي. لا، الكابتن احمد بشكل شخصي ما اقدرش يقول لك انا قدمت استقالتي، استقاله، قدمت استقالتي والدكتور اشرف رفض، اساله برضه بشكل شخصي. طيب بس كده. طب اساله بره الهوا. طيب عندك اخبار تانية؟ ما فيش استقاله، الكلام ده مش موجود. تمام. المجلس مستمر في الجهاز الفني الحالي، تامر عبد الحميد وحازم امام مستمرين الفتره الجايه، مستمرين لفتره ما لحين سداد مستحقات اللاعبين. بعد سداد مستحقات اللاعبين هيكون في مدرب اجنبي. طب في موارد وفي يا مساعد مصري، في موارد لسداد الرسوم بتاعت اكيد بقى. يعني ما الزمالك انا مش بتمنى على فكره، والزمالك هيقفل على فكره. لا، ده احنا احنا عايزين الشباب والرياضه تشارك في ازمه الزمالك على فكره.
في صعوبات طبعا، زي انا مش لأن مختلف معاك في دي في مش صعوبات طبعا، في صعوبات شديده طبعاً. في الموارد الماليه، في صعوبات شديده جدا، يعني الامور صعبه جدا جدا ومستحيله، لكن المجلس بيحاول ان يوفر السيوله الماليه للعيبه عشان ما تحصلش اي مشكله في الفتره الجايه. المجلس الفتره الجايه تفكيره ان يسدد مستحقات اللاعبين، ثم هيكون في مدرب اجنبي حنين زي ما انت قلت، حنين في مفيش الفلوس صفقات يعني. في يناير؟ لا القيد طبعاً، المقفول ده مش طبعاً في. هنفتحه؟ لا لا معلش، طبعاً. واحده واحده مع على فكره طبعاً ما- إيه؟ طبعاً خلي في. بالك. في ايه؟ في صفقات؟ اه ازاي؟ انت والقيد هتفتح هيتفتح. القيد يا زعيم؟ هتفتح لا القيد. يبقى انت قول ايه بقى؟ القيد يتفتح الاول، القيد أيوة. هيتفتح بعد طبعاً. كده حلها ربنا. القيد هيتفتح. اه القيد هيتفتح كده. طيب على فكره كل قولاً فلوس واحداً. القيد هم قضيه واحده كبيره برقم، والباقي كله برقم، يعني مش طيب رقم. ايهاب، اين صفقات النادي الاهلي؟ بص، بعد جلسه امبارح خلاص في بقى حاجات هتبقى داخله في التوقيع، اه والاسبوع اللي جاي هيبقى فيه اعلان معظم الصفقات يعني. يعني نقدر نقول الاسبوع القادم هيبقى اعلان في- صفقات هيبقى النادي في- الاهلي. هيبقى في جزء كام؟ منها، هيبقى في جزء منها احنا متفقين على عدد قبل كده 5. اللي شغالين عليه. ممكن يزيد واحد او يفضلوا 5. انت لمحت على باك ليفت، مم. قلت عليه. أيوة. انا بقول لك يعني ده في الصورة، وفي مدافع بين البنك الاهلي وبتروجيت. بتاع البنك الاهلي هو اللي افضل واقرب خدني كده على جزار؟ قد عقلي، خدني على قد عقلي. جزار الاقرب انا بقول لك اهو، مدافع بتروجيت البنك والبنك الاهلي اتحسمت. مدافع البنك مدافع الاهلي البنك الأقرب. الاهلي يقترب من الاهلي. مهاجم عربي ومهاجم افريقي. المهاجم العربي الاقرب من الافريقي. المهاجم العربي الاقرب من الافريقي. عربي اللي هو اردني ولا عربي بيلعب في العراق. اللي بعده علي علوان؟ اللي بعده لا بس علي علوان بيلعب في قطر. اللي بعده جراديشار وداري على رادار الرحيل. جراديشار وداري. اذا قائمه الراحلين المحترفين دي مهمه جدا، المحتملين على اول الرادار. من نادي الاهلي اشرف داري وجراديشار. بس الاهلي هيسدد مستحقاتهم، هم مش عايزين يمشوا، هيسدد لا مستحقاتهم. بس خلي بالك خلي بقى. بالك. الاهلي في الحته دي ما تراجعش بقول لك وراه. ايه؟ هيسدد. استاذ عمرو، فلوس أستاذ كتير عمرو. جدا. ممكن أستاذ عمرو. يعيبهم هياخد لنهايه عقده. حلو جدا. يعني أستاذ اشرف داري هياخد لنهايه لا عقده. يا باشا. بس على الاقل لعب. في ناس في الزمالك ما لعبتش وخدت لا نهاية لا عقدها. الزمالك احنا بنتكلم ما انت يعني جاي تتكلم هنا عن الناس اللي لعبت وطلعت أنت إيه دخل الزمالك مصابه، في والناس الموضوع؟ اللي ما لا، لعبتش. لا هي هتطلع ايه؟ هل هتطلع اعاره؟ في ناس بيع وفي اعارات ناس ولا بيع؟ في ناس بيع وناس إعارة. بيبيعوا اهو، ما بيفسخوش عقود. وعايز اقول لك على حاجه، وعايز اقول لك على حاجه. بيودي اعاره وبيدفع له فلوسه. بقول لك ايه، اهو هو حلو. مين اللي فلوس بيجيب الاعارات؟ مين اللي بيجيب فلوس الاهلي؟ الاهلي اللي بيجيب فلوسه. طب ايهما وبيجيب تفضل؟ موارده ايهما من تفضل؟ مشاركته في البطولات. ايهما تفضل؟ هي دي. الاعاره ولا فسخ التعاقد؟ لا الاعاره طبعا. يا لو يقدر- كابتن مهيب. بس هيطلع اعاره ما هيدفع يا فلوس. كابتن مهيب. في النهايه كابتن مهيب. المجمل النادي اللي بيجيب واحد. فلوسه من بطولاته ومن القابه يعمل اللي هو عايزه. اللي هي فين دي يا ما هو الخزنه دي الفلوس منين؟ اللي هي فين؟ ما السنه دي انت خدت بطوله الدوري. كويس ماشي. فين البطولات اللي بتقول عليها؟ المشاركه في لا كأس- خدت افريقيا طيب. ولا خدت ولا هو الاهلي لما شارك في كاس العالم للانديه خد كام؟ خد رقم. 11 مليون دولار. وصرف كام؟ لا صرف اقل من كده. يصرف ايه يعني؟ ازاي صرف طبعا اقل من كده بكتير جدا. ازاي صرف اقل من كده؟ ده اللعيبه بس اللي جابهم صرف فيهم اكتر من فاهمني؟ كده. المهم هنا الخزنه عمرانه من بطولاتك ومشاركات. فين انت بتتكلم على بطولات السنه دي؟ ما جبتش بطولات. لا بقول لك ايه؟ بقول لك جبت ايه؟ بطولات بقول لك أفريقيا. ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت عارف المشاركات يا ايهاب اتفضل، ما تقولوش اتفضل، كده يا ايهاب. اتفضل، قول له اتفضل. الخزنه عمرانه لان عندنا 4 فروع، والاربع لا فروع ما هو كل ده بيدخلوا فلوس كل ما شاء دي الله مداخيل. تغطي. كل دي مداخيل. لا ازاي؟ يعني عندك مثلا فرع التجمع الجديد، كويس. شوف الفلوس اللي دخلت للنادي انا بقول لك الأهلي إيه؟ مشاركه في كاس العالم ب 11 شوف مليون طب دولار. ادينا ربع الفروع انت دي ونشوف اعمل. هنعمل ايه. انت اعمل. ادينا ربع الفروع ما دي تجيب نشوف اعمل. الزمالك هيعمل ايه. انت معاك- ادي مجلس اداره نادي الزمالك نص معاك فرع الإمكانيات بقاله دي. 23 نص، سنة. مش بقول لك كامله. أستاذ انا عمرو. مش عايز كامله، انا أستاذ عايز عمرو. نص الامكانيات. معاك فرع اديني- بقاله 23 سنه. حلو. عملت فيه ايه بقالك 23 سنه؟ ما تحاسبش المجلس اللي اشتغل، حاسب المجالس انا ما السابقة. بحاسبش يا حد. عمرو ما انا لا بيحاسبش حد. املك لا لا نملك. املك ان احاسب حد ولا لا، حد بس يملك. املك ان بتكلم اقول لك بشكل عام. انك بقالك 23 سنه معاك فرع ما دقتش فيه مسمار. تمام، انا مش مختلف معاك، بس انا بكلمك في ان ما تحاسبش المجلس ما اللي حدش اشتغل. يقدر ما حدش يحاسب. المجلس اللي اشتغل وعمل اوراقه وبدا يشتغل في فرع النادي ما تحاسبهوش، حاسب المجالس السابقه. انا لا دي احاسب. حاجه.
انا أنا بنور بتكلم لك. بشكل عام. انت بتقول أنا اديني، بكلمك ما انت بشكل عام. معاك فرع بقاله 23 سنه اهو، عملت فيه ايه؟ عايز 4 تجيبهم منين؟ ما ترد عليه. مش انت مش في مجالس اداره مختلفه؟ مش مجالس أنت ولا بتاعت بتحق- مين؟ بتاعت في نادي مجالس ايه؟ كتير جات. بتاعت نادي الزمالك ما أيوة. عملتش. أيوة. انما مجالس يعني الاهلي عملت. ما عملتش ليه؟ لان كان في يديك حل ليه ورجوع بقى؟ وحل يديك ورجوع ليه؟ وحل ورجوع. مين اللي كان بيحل؟ ولاد أياً كان. الزمالك. ايا كان لا مش ايا كان. في النهايه في حل ورجوع، فما فيش استقرار. لكن انت لو في استقرار، الاهلي هو من صنع استقراره واضاف موارده، والزمالك هو من اضاع موارده واضاع استقراره. مش صحيح. مقوله الله. مع كامل أمال احترامي، مين؟ حق يراد بباطل لسبب بسيط يا جدا. أستاذ عمرو، هقول لك ليه. مين اللي حل المجالس؟ مش ما ولاد أنت الزمالك تحل- اللي رفع قضايا؟ ومين حل مجلس اداره النادي الاهلي وتعين هو مش مين؟ القانون؟ مش برضه ابناء يعني النادي الأهلي جه من غير قانون؟ هي يعني الأهلي جه من انت غير هنا قانون؟ رجعت المجلس بكامل هيئته، كويس. وهنا بتجيب مجالس تانية. يا راجل ده انا كويس. شفت بوستات، على مرة. انا شفت بوستات يا ايهاب بجد يا جماعه. احنا دخلنا في هزار. ربنا يديله الصحه الشيخ اللي هو الشيخ خطيب المازن. الجامع في مسجد مسجد الامام، قال لك انتقل راح الاهلي. يعني احنا دخلنا في كده. لا احنا عايزين بقى إحنا دخلنا الحاجات مش جو السخريه ده يعني جو بصراحه. إيه ده؟ لا 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 عيب يعني. لا لا ولا عيب. يليق. عيب. ولا وبعدين يليق. لا، هو القصه ان الراجل ربنا يديله الصحه نقل بيته اتنقل. انت فاهم؟ بيته وده من شهر اتنقل نوفمبر، يعني الكلام قديم. بالظبط. يعني ما كلام دخلناش في قديم. الحاجات دي، كلام يعني قديم. صعب قوي يعني. لا هي الناس بقت بس انا بقول لك ادي نادي الزمالك استقرار وشوف النتيجه ايه. ادي نادي الزمالك مين إمكانيات اللي وشوف منع الزمالك النتيجة من إيه. الاستقرار؟ قول لي، رد عليا، قول لي فلان او فلان من بره الزمالك عملوا كده. ما يبقاش ولاد الزمالك اللي بيعملوا كده وتحاسب اللي بره. ما هو حصل ده في الاهلي برضه، ما هو ولاد الاهلي اللي اشتكوا والمجالس رجعت. كويس ما هو جدا. النادي الاهلي لما اتحل رجع واتحل واتشال فيها اتحاد كوره واتشال فيها طيب. كذا مره يحصل الكلام ده. عندكم يا أطفال جماعه أخرى؟ احنا محتاجين استقرار في نادي الزمالك، ما أنا قلت، ومحتاجين أمال أنا دعيت الناس لإيه؟ يا استاذ عمرو، محتاجين استقرار من يصنع ومحتاجين استقراره يصنع موارده. انت من جواك لازم تصنع استقرارك، والله العظيم. ده انت الزمالك دلوقتي مش عارفين جون ادوار اللي بيدير ولا مجلس الاداره، مين اللي هيجيب المدير الفني؟ ده بيطلع بيان وده بيطلع بيان. ليه أنت ارحموا بتقول جماهير نادي الزمالك يا ليه؟ استاذ مين عمرو. قال كده؟ مين قال ارحموا كده؟ جماهيره. بس ثانيه واحده، بس الله. ثانيه واحده. الكلام ده مش مظبوط. لا بقى من هو حق- اللي مش مظبوط. ثانية واحدة بس. من حق جون ادوارد المدير الرياضي ان يطلع بيان ويوضح موقفه، حقه عادي. يعني ايه المشكلة ان يطلع؟ زعلان. ومين يعني- قال لك ان في خلاف ما بين جون ادوارد ومجلس لا الإدارة؟ مفيش خلاف لا هم خالص. شغالين مع بعض. لا مفيش خلاف بصراحه. انا بقول لك شغالين مع بعض. ما انا مش بقول لك مفيش مفيش خلاف إيه بأمارة ما الاستاذ مهيب بيقول لهم اقعدوا قعده واحده وحطوا تيشيرت الزمالك قدامكم. مفيش كلم مشكلة. مهيب بقى. لا مالكش دعوه باللي انا بقوله. لو كلم سمحت. مهيب بقى. لو سمحت مالكش دعوه باللي انا مالكش بقوله. دعوه باللي هو بيقوله. ما تدخلنيش في كلام المواضيع. ما الراجل في أنا اول أقول اللي أنا الحلقه عايزه. قال لك كل واحد يقول اللي هو اقعدوا عايزه. على تيشيرت من حقه الزمالك يقول، من حقه. وحطوا اللوجو قدامكم. هو الراجل خايف على نادي الزمالك. إيه هو المشكلة؟ قال لك حقه. في بص حقه يخاف على نادي الزمالك. بس هو قال لك بس انت بتقول هو قال معلومات لك خطا، هو لازم قال احنا لك نصوبها. لا ده لا معلش المفروض. مع احترامي. ما خطا لما لا تقول لا لي في أستاذ خلاف عمرو ما بين معلش لو مجلس الاداره مختلف مع جون ادوارد ده هيمشيه تاني يوم. هيمشيه في نفس ما الوقت. يقدرش يمشيه. مين اللي قال عشان في الكلام ده؟ 500,000 يورو مش هيقدر يدفعهم له. يا باشا ما الكلام ده كلام يا باشا الراجل هو اللي ماسكك مش انت اللي ماسكه. اضغاص احلام. طيب. ما فيش الكلام ده. خلاص هو طلع بيان زي ده نهدى. ويقعد مكمل. نهدى. الكلام ده. هو المدير- يطلع بيان زي المدير ده الفني- ويقعد شرط مكمل. جزائي. يا ايهاب ما فيش يا شرط عمرو، جزائي. المدير الفني القادم لنادي الزمالك الاجنبي سيكون بالاتفاق في وجهات النظر ما بين جون ادوارد وبموافقه مجلس الاداره. بس طيب يبقى دي معلومه. ايوه ما هو اذا ايه؟ اذا ان في ما فيش خلاف ان جون ادوارد ومجلس الاداره في شغالين مع بعض. في اتنين لعيبه كبار هيمشوا من نادي الزمالك، هيتوفر لنادي الزمالك السيوله الماليه لدفع رواتب اللعيبه والمستحقات المتاخره وللمدير الفني القادم. والاقرب للرحيل هو ناصر ماهر وناصر منسي. اتنين. وهناك عرض لبزيرة اذا جه. انا مع. بقول لك الناس لو جه- ماشيه يا استاذ عمرو وانت بتقول في تعاقدات في يناير. وانا بقول لك ان طب ايه الناس دي مش المشكله؟ ماشية. روح وهات. وانا بقول لك ان الناس دي مش ماشيه، بشكر- وان لا، ناصر استنى ماهر بس. موجود يعني- ومستمر ومش هيمشي. يعني ناصر ماهر وناصر منسي وناصر منسي ما ترد موجودين. عليه. في اتنين لعيبه ماشيين. ما ترد عليه. خلاص يعني. أنا يعني هو بقول لك قال لك مش موجودين. ماشيين. لا موجودين. ان غدا لا ناظره الا قريب. بشكرك يا استاذ عمرو. شكرا شكراً جزيلا. ليك. اشكرك يا استاذ ايهاب. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن مهيب. شكرا يلا. للاستاذ عمرو. عندنا الفقرة الثانية فقرة مهمة جدا مع نجوم مصر كابتن أحمد سليمان، كابتن محمد عمارة، كابتن معتمد جمال، هيكونوا معانا بعد الفاصل ونروح للمؤتمر الصحفي
منتخب السنغال والسودان، ونلتقي بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ده كان استعدادات منتخب مصر ومنتخب بنين للمباراه يوم الاثنين القادم باذن الله. برحب في فقرتنا الثانيه بنجومنا كابتن احمد سليمان نجم مصر. اهلا بيك كابتن احمد، منور الدنيا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. كابتن محمد عمار، اهلا بيك كابتن عمار. اهلا بيك يا هوب، منور الدنيا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتقابل بنين. خلاص يا عم خلاص. مصر هتقابل انت بنين. تكسب. انت مره مصر هتقابل انت ومعتمد. لا هي قصه انا قايلها لك من امتى؟ من بدري. معلش، بصراحه انا بحييك مع احترامي للجميع، مفيش واحد بس بقول لك قالها قبلي اتحدى. بقول لك ايه، هي فيها توفيق شويه ولا انت كنت متوقع ان لا اصل بنين 2 هقول بونت واصله. انا راهنت على ايه؟ انا راهنت على ايه؟ راهنت هقول لك راهنت على ايه بالامان. راهنت ان زامبيا هتتغلب من المغرب. زامبيا كان هو ده التريكايه، وان برضو فرقه تانية في مجموعه تانية مش هيخسروا، لا الكاميرون هتخسر ولا بس الحقيقه انت اول حد قال الكوت ديفوار يعني الفرق الكبيره مش هتخسر. عشان كده فكانت بنين 3 نقط شكرا، هي بنين، فربنا وفق. برحب بيك كابتن معتمد. مهيب يا حبيبي، هو بيحبك. قال لي هو قال لي سجل، قال لي سجل. ما كابتن معتمد قال لك سجل يا مهيب وبزعها له. وانت زعتها ما شاء الله. والله قال لي زعها، اتفرجت عليها امبارح. انا رديت زعها. لا والله قال لي زعها. انت امبارح جبتها. قلت له لا احنا اكبر. ايه انت امبارح جبتها ايه؟ زعتها. لا ما زعتهاش. لا قلت ان انا لا ده انا كلمت بس. ده انا زعتها لك هتزعل. ما انت زعتها هتزعل لا مش هزعل. بص الكوره ما فيهاش توقع، هي وجهه نظر وخلاص. لا هو ينفع نتوقع في الكوره؟ لا بس توقعك ملهاش كبير. التوقع بتاعك خلاص انت ملهاش كبير. طيب كابتن احمد سليمان، الى اين يذهب منتخبنا الوطني في هذه البطوله؟ شايف ايه؟ شايف ان المكسب بيجيب مكسب. المكسب بيجيب مكسب. والتشاؤم قبل البطوله يؤدي للنجاح. كان في تشاؤم وفي تخبيط في حسام وان احنا مش هنعمل حاجه خصوصا بعد بطوله العرب. لكن التجارب دي مرينا بيها، وكابتن نجار الله يرحمه مر بيها، والمدربين المصريين هم بيمروا بيها. كابتن حسن شحاته في 2006 كان في ناس مش متوقعه بالبطوله. كابتن الجوهري في 98 كان بيتكلم في 13. المره دي برضو حسام حسن رايح في احباط شويه، وفي ناس مش متحمسه. في ناس تكلبت على حسام ربنا اداله، في ناس تكلبت على الشناوي وربنا اداله. ودي اعراف طبعا كباتن كبار، اعراف في كره القدم. الناس بقى فاكره انت راح تشيل 3 و4 وربنا بيكرمك وبتكسب وبتاخد بطوله يعني. فالتشاؤم ده هيدي حماس اكتر. مثل المنتخب المصري ان اللعيبه كلها بيبقى في انديه مختلفه، فما بييجوا بقى يبداوا يتجمعوا. الماتش الاولاني بيبتدوا الحاله الفنيه بنسبه 40%، تزيد بعد كده حوالي 50 60، وده بان في الماتشين. احنا عندنا حالتين من حالات التشاؤم بعدهم نجاح، حضرتك وعمار 2005 و98. الاثنين كان في يعني 98 هناخد المركز ال 13. 98 دي حاله برضه. ما هي دي حاله كان في تشاؤم غير طبيعي. 2005 كان في تشاؤم رغم ان البطوله على ارضنا. بس هي اصعب من الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. يعني 98 كان اصعب شويه. اصعب قوي. اصعب قوي. كابتن حسام النهارده، انت كابتن حسام بتتكلم واصل كاس عالم، واصل بطوله افريقيا بدون خساره، كاس عالم بدون خساره. صح. في مؤيد وفي معارض، في حد عايز الكابتن حسام يمشي وحد عايز الكابتن حسام يقعد، ففي جدل. انما احنا 98 لا، 98 احنا
احنا راكبين الطياره وماشيين في المطار وبنتدارى من الناس عشان ما أيوة. ما يشوفوناش واحنا مسافرين. ايوه انتوا رايحين تعملوا ايه؟ يعني هي معناها لا والله كده. بتداروا من الناس. والله اقسم بالله. يعني بجد هات اي لعيب كان موجود في 98 واساله السؤال ده هيقول لك ليه؟ ما المنتخب مش كان الدرجات. نتائجه سجور كابتن جوهري قال غير كده. مش كويسه خالص. لا كابتن جوهري موه على الناس، يعني كابتن جوهري برضو كان حريف الله يرحمه. اعتقد ده ذكاء يا عمر. وذكاء طبعا. يعني موه على الناس ان عاوز اللعيبه يبقى عندها دوافع ودفعه كبيره جدا ان هي تعمل حاجه في البطوله. وده اللي انا قلته. كابتن احمد احنا في 98 يا مهيب من اول ما نزلنا ورحنا المعسكر واحنا عايزين نرجع. يعني ايه؟ عايزين نرجع مصر. انت قاعد في مخيم معسكر كومباوند كله قالوا اللعيبه بتغسل قالوا بيوت بتغسل كده الحاجات في الطشت وبتاع. طبعا. لا عنينا سمعت والله. أنا احنا الحاجات كنا دي. بنغير يا كابتن احمد تيشرتين. التيشيرت بتاع التمرين الاحمر والاخضر. الاحمر نغسله والاخضر نغسله على ايدينا. ما فيش حد ولا في بقى بتوع التمرين. طبعا بتوع التمرين. مش بتوع الماتشات. لا بتوع التمرين احنا كنا بنغسله. بتوع الماتشات بتوع الماتشات بقى كان في اكتر من طقم يعني الماتشات. يعني كان في احمر واخضر وابيض 3 اطقم موجودين. فبالتالي النهارده لا بس ما تقدرش تبدل فانلة مع حد مثلا. لا ما كناش بنبدل. كان زمان الدنيا صعبه شويه. انا شايف دلوقتي اللعيبه يعني كان كل مباراه في تجاهل للمنتخب كمان. بص ما كانش في تجاهل، كان في احباط غير عادي احنا كنا حاسينه كلعيبه. عشان كده لما رحنا عايزين البطوله ترجعوا. يعني ايه عايزين ترجعوا؟ عايزين نرجع. المعسكر وحش قوي مهيب، واخدين كل الاكل اللي احنا معانا كله جبن ومعلبات وعايشين على ده يومين. فاللعيبه زهقت. اللعيبه طب احنا ليه بنعذب نفسنا؟ قعدت عطشت وغسلت. لا مش ما توصلش الدرجه دي. امال ايه؟ امال غسلت ازاي؟ يا عم كان في بانيو ونقعد نغسل. لا والله بانيو عطشت ايه؟ لا حسين حمزه ولا نبيل. ايوه كان في بانيو. البانيو الصغير ده اللي هو الادم اللي هو ده. الطشت الادم. بس ده مودرن شويه. ايوه طيب. معانا مين؟ طيب كابتن معتمد، يعني الاجواء يعني والله يا كابتن معتمد مش عارف اقول لك ايه. جت في بالي حاجه دلوقتي. الناس اللي كانوا بينتقدوا الكابتن حسام حسن بتفرج عليهم على السوشيال دلوقتي، والله العظيم بخجل. على طول دي. ايوه بخجل. يعني انا بخجل. ناس كانوا مقطعين دلوقتي كابتن حسام ربنا يوفقه وهيكسب والحاله المعنويه والكابتن حسام لم الفرق. يا نهار ابيض ضحك. ضحك. انت بتقول كده عشان انت من اول يوم ورا في ظهر العميد يعني. لا مش قصدي والله ما بقول عشان احنا موقفنا واضح. هو يعني احنا مع مصر. هو ماشي بس انت برضه التقييم لسه معتمد. الحسبه غير الحسبه يا عمره. لا ما يعني احنا ماشيين بخطى ثابته الحمد لله يا عمره. يعني ما تقيمش دلوقتي خالص. لا بس انت يعني انت قدام كوره لا قدر الله ممكن تتغير في الماتش الجاي. هيرجع الناس دي بقى الحق طبعا. ده كابتن حسام ده ما اعرفش ايه ده. ايه طبعا. مش قلنا لكم ايه الجديد؟ ايه الجديد يا مهيب؟ انت هيبقى الوش الثالث. الوش الثاني طول عمرها لا ده احنا في الوش الثاني دلوقتي. الوش الثالث ده بعد نتائج منتخب مصر ايه اللي هيحصل؟ ده جاهز متعلق. كابتن حسام هيعمل ايه؟ هيكمل يديله الوش الثالث. مش هيكمل يديله الوش الثالث برضه. بس ايه؟ نقلب الصفحه. طول عمرها ماشيه كده. بس انا اعتقد ان شاء الله اللي هي بيبقى في مؤشرات بالنسبه للبطوله يعني. فانا اعتقد كل المؤشرات بتقول ان احنا ان شاء الله رايحين لحته بعيده في اللي هي ايه بقى؟ يا راجل ده انا سمعت واحد مسؤول بيقول لك ده هو الناس بتتفرج على المنتخب ده. الناس اول مباراه واحد بيكلم مسؤول كده يعني قدامي يعني في حاجه في موقف بيقول له الناس حد بيتفرج على المنتخب؟ هو حد حاسس بالمنتخب؟ نعم. لا والله كل الدنيا ورا. انا بكلمك الناس الاحباط اللي عايزه تعمل. كل الدنيا ورا المنتخب. احنا في 2006 يعني احنا كان في مسؤولين ضدنا. وده لازم حاجه معلومه لطوب الارض يعني. والكابتن الكبير مهيب بيه كان معاش الاحداث يعني. مسؤولين. احنا اللي نجحنا حاجتين: وقوف القياده السياسيه اللي زي ما موجود دلوقتي، والاعلام المصري. الاعلام المصري كان ليه دور كبير جدا في 2006 بمسانده الكابتن حسن وجهازه والفريق. بامانه دي اول مره اشوف الاعلام توحد حوالين منتخب مصر في 2006. عندنا في مسؤولين كانوا ضدك زي دلوقتي يا كابتن احمد. إيه؟ انا شايف زي دلوقتي ما شاء الله كل الناس في ظهر الجهاز الفني والمنتخب. وانا زي ما قلت المهم في البدايه في مؤشرات بتقول ان احنا رايحين لحته بعيده ان شاء الله. لان احنا برضو مش عايز اقول الماتشات او ترتيب الماتشات مساعدنا حتى واحنا في المجموعات. فاللي احنا نبدا مثلا بزيمبابوي وبعد كده جنوب افريقيا وبعد كده انجولا. والحمد لله مش عايز اقول او اقلل من الفرق اللي احنا هنلاعب بعد كده بنين والكسبان من كوت ديفوار
وبعد بوركينا. كده بوركينا فاسو ان شاء الله الاثنين في ان شاء الله نقدر نعمل معاهم حاجه، بس نركز الاول في ماتش بنين وبعد كده الاصعب إحنا السنغال قلنا البرنامج وتونس والكلام ده قلنا لغايه المباراه النهائيه. قلنا فاعتقد قلنا المرات اللي فاتت ان الفرق الافريقيه والفرق البطوله العربيه دي الاخيره خلاص كان محدش كان بيسمع عن الاردن وسوريا والعراق تعبانين. النهارده بص مستواهم الفني عامل ازاي، بوركينا فاسو وبنين والحاجات دي كلها رجعت، والراس الاخضر والحاجات دي والجابون كل ده اختلف خلاص. الكره في افريقيا اختلفت طبعا. وفي الدول العربيه البطوله العربيه دي كان مثال كبير ان فعلا البطوله العرب اتغيروا في كره القدم. بس يا كابتن احمد انا لما بسمع معتمد ان احنا يعني لما بنعدي وبنقابل فرق افريقيه، انا شخصيا برتاح للفرق الافريقيه عن شمال البشره السوداء. يعني احنا بنعرف نتعامل معاهم، بنعرف نلعبهم، اسلوبهم مش زي شمال افريقيا خالص. يعني لما بتلعب انجولا مش زي تونس، لما بتلعب جنوب افريقيا مش زي مثلا المغرب. الحقيقه احنا بنعرف نتعامل مع الافارقه، فان شاء الله بنين نعديها ونوصل لابعد مدى في البطوله، لان احنا الحقيقه احنا محظوظين ان احنا عندنا جيل كويس. الجيل ده جيل كويس، بس احنا مش عايزين نفرح قوي يا كابتن احمد، عشان احنا لسه برضو البطوله ما خلصتش، يعني لسه مكملين في البطوله، يعني ما وصلناش للدور اللي قبل النهائي. لازم نعترف برضو انت بتقول احنا عندنا فرقه كويسه، لازم نعترف ان احنا عندنا نقص في المراكز على مستوى مصر. المساكين في مصر مش المستوى اللي احنا طيب بمناسبه المساكين في مصر، عندي خبر مهم جدا جدا يهم الاهلاويه، ان كان في جلسه ما بين كابتن خطيب وكامل ابو علي رئيس نادي المصري، والمصري عايز حمزه علاء حارس المرمى باي شكل من الاشكال. ده ممكن يكون مقابل خالد صبحي مدافع النادي الاهلي. ده في الجلسه. من ضمن الجلسه دي ايضا استمرار عارض او استمرار او بيع عمر الساعي. انت عارف عمر الساعي عارض للنادي المصري، وبرضه احمد عيد على قائمه الراحلين من النادي المصري فري. ففي دي الصفقه. هو النادي الاهلي عايز ياخد احمد عيد وخالد صبحي مقابل النادي الاهلي عايز احمد عيد وخالد صبحي مقابل استمرار عمر الساعي وحمزه علاء. دي صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي والنادي المصري. النادي المصري عايز حمزه علاء حارس مرمى يامن بيه، ده هيبقى حاجه كويسه جدا جدا للنادي المصري. يعني انا شايف صفقه الاثنين طبعا الاثنين كسبانين، والنادي الاهلي كسبان لصالح منتخب مصر. ليه؟ عشان حمزه علاء يمشي وحمزه علاء يروح يلعب ويجي هنا خالد صبحي يلعب في النادي الاهلي ويروح افريقيا يلعب بطولات. دي لصالح منتخب مصر. يا ريت التناولات تبقى كده. الزمالك بيتفرج. ايه ده؟ الزمالك بيتفرج. انت طول ما انت هتقطع في الزمالك. طب اعمل ايه؟ هو ليه انت حابب في الزمالك؟ طب انا هقول لك على خبر بقى صادم في نادي الزمالك. الاهلي والزمالك اخبار حلوه. اخش على الزمالك. الاهلي والزمالك بمناسبه مهيب لما قال الاهلي والزمالك، ليه نادي الزمالك على طول ازمات ازمات ازمات؟ ايه السؤال بجد يعني؟ ايه السؤال المفاجاه ده؟ لا هو مش مفاجاه ولا حاجه والله. بس كابتن احمد في المطبخ يعني عايز راجل قبل. بس انا بصراحه انا بحب الزمالك. انا سالتك قبل ما اخش نادي الاهلي. بص هقول لك حاجه بس انا بس اسالك سؤال. والله انا بحب نادي الزمالك عشان خاطري فانا صعبان عليا نادي الزمالك. انت راجل اهلاوي وعشت جوه النادي الاهلي، بس انا بحب نادي الزمالك. الاستقرار في النادي الاهلي 40 سنه ب4 مجالس ادارات ادى النادي الاهلي هذه القصه. النهارده مثال كلنا مقتنعين ان استقاله الاستاذ ياسين منصور، واللي قالوا الاستقاله دلوقتي هم اللي بيكدبوا في ساعتين ثلاثه. دي مش بالساهل ان النادي الاهلي ده حق ربنا يزيده وكل حاجه علينا ورثنا عنده استقرار. وصلوا لمرحله ان بتطلع عنده الاشاعه تتقفل بعد 3 دقايق. انت عندك الاشاعه مش حقيقيه وبيزيد اكتر منها مرتين وثلاثه. طب اديك حته بقى، قول لي حقيقيه ولا مش حقيقيه. هناك لاعب كبير في نادي الزمالك في صدد فسخ تعاقده زي بنتايج ومعالي ومصدق. لاعب كبير. ايه؟ معرفش. ايوه محترف ولا مصري يعني؟ محترف. ماشي اوكي. بيلعب رجله الشمال. طب ما انت عارف اهو. اوريك مثال اهو. قبل ما اجي برضه اجابه ونطق يا فندم. قبل ما اجي ونطق الحظ. بص عشان فلوس. بص لا يا عمر. بص انت ليه حضرتك ما قدمش استقالتك لما لقيت الامور كلها ماشيه ضد يعني. التيار؟ لا ده شيء وارد. ايه اللي استقال ليه يعني؟ لا يا جماعه لا انا
لا عادي، في سيستم وفي نظام وفي بس عمل الاستقاله جماعي دي الاستقاله دي يعني هو هيهرب قدم مثلا؟ استقالة لا، أهرب مش ليه؟ ده هروب راجل أهرب ليه؟ لا لا ما لا. هو راجل طول دلوقتي عمره كان راجل ما المجلس شاء جاي الله. يا فندم المجلس انت في الاخر المجلس جاي انت في قبل الآخر الانتخابات انت في الاخر مجلس بخريطه انت صح؟ في الاخر مجلس اداره 12 واحد عمار او علي أوي 13 او 11. ال 12 او ال 13 او ال 11 عندك محضر مكتب مجلس اداره تقدر تبدي فيه اعتراضك، تبدا فيه تقول رايك. ده شيء وارد ده. لو كل واحد يتضايق في مجلس الاداره ومشي ولا حد من مجلس الاداره هيقعد. طيب احنا معتمد عندنا جمال امثله في انديه كان لسه عندكم نجم كبير متضايق ظهر في نهايه المده اشتكى سلام طيب. عليكم خلاص. احنا دلوقتي معانا واحد من الاسماء المرشحه لتدريب نادي الزمالك. تقول ايه يا كابتن معتمد في هذه الاحتمالات لتدريب نادي الزمالك؟ جاهز؟ مش جاهز؟ تقبل؟ ما تقبلش؟ تروح؟ ما تروحش؟ حد كلمك؟ ما كلمكش؟ يلا. لا هو بالنسبه اللي انا اروح او ما اروحش دي ما اقدرش ما اروحش في يعني في اي وقت نادي الزمالك يكلمني ما اقدرش اروح، لكن لسه ما فيش تواصل يا مهيب. لما بسمع بس الاسماء زيك، لكن انا في اي وقت لما كابتن احمد سليمان كعضو مجلس اداره ويكلمني ويقول لي تعالى عشان نادي الزمالك مثلا محتاجك من غير تفكير. اي نعم الدنيا مش احسن حاجه، لكن في وقت انت بتنسى فيه طموحك الشخصي وترجع لنادي الزمالك في اي بوزيشن، فده بالنسبه لي انا الموضوع منتهي يعني. لكن جاهز طبعا انا على طول بالنسبه لنادي الزمالك انا جاهز 200%، لان انا في نادي الزمالك انا بشتغل تحس ان انا بشتغل بروحين، لان انا بشتغل كمدير فني وكمشجع زملكاوي. فانا النقطه الوحيده اللي ما بقدرش اقول فيها لا او افكر فيها او اطلب ان انا حتى افكر حلو دي. نادي الزمالك. فانا اعتقد بالنسبه لي بص انا جاهز. اوريك برضو يعني معتمد ويعني ليه موقف صعب، وده بيبان ان معتمد ممكن يتحمل المسؤوليه. كنت انا مسافر بره مصر واوساريو مشي، وعندك مباراه مع بيراميدز في الدور قبل النهائي في كاس مصر. مره واحده اوساريو مشي واتصلوا بمعتمد وجالي التليفون من كابتن حسين لبيب وكابتن حسين السيد، اتفقنا فيه على معتمد جمال. نزلت من ايطاليا على معتمد، قعدت معاه يومين قبل الماتش. قبل المباراه كل الناس متوقعين ان احنا نغلب 3-0. كسب مباراه وفي لعيبه ما كان مباراه 3-3 وضربات جزاء. ضربات جزاء 3-3 بيراميدز وضربات جزاء. وايه بقى اللي جاي لوحده من الدار النار على المباراه دي على طول، وقبل الدور قبل النهائي. وفي لعيبه اللي هو سامسونج ده ولا اسمه اللي كان سامسون ده عمل ماتش يوميه عالمي. هو ده الماتش اللي شفناه في النادي منه ما جه ومشي. فدي قدرات ازاي وربنا. تجيبوا لعيبه ما بتلعبش غير مباراه وتمشي؟ ما في كتير كده برضو واحنا بس. لا هو كابتن احمد مهيب بيتكلم على اساس ان الفتره دي فعلا كانت صعبه جدا. ماشي ايه بتستحمل بتعمل ايه طيب؟ انا الفتره دي يا كابتن كان في حتى اللعيبه هو قصدك انت اللعيبه دي اللعيبه اللي كانت موجوده في الفتره دي يا مهيب، يعني لما كان بيخرج منهم واحد كانت الدنيا بتعطل معاه، لان هم كانوا هم 10 لعيبه وبعدين بتلعب فيهم بدوري وكاس وكونفدراليه. ايوه صح، سامسون ده عمل اسيست لدونجا او حاجه كده يعني. اوباما ده متهيألي معتمد الكونفدراليه كنتوا قاعدين 13 لعيبه 14 لعيبه. يعني احنا ما كناش بنكمل، لان بقول لك لما حد بيتعور كنا بيبقى في مشكله حتى في الولاد الناشئين ما كناش بنقدر نحطهم عشان كان الموضوع صعب شويه. خد بالك ده برضه مش بالساهل يعني. احنا قعدنا انا ومعتمد يومين 48 ساعه في الفندق تمام مع اللعيبه. الراجل ده عنده خبرات منتخبات كلاعب، لعب مباراه صعبه جدا وعنده 20 سنه قدام الاهلي والزمالك. اول مباراه يلعب اهلي وزمالك هو كان احمد كابتن الجوهري، كان كابتن وانا احمد كنت مع كابتن الجوهري، واقسم بالله انا كان ليا دور كبير ان هو يلعب المباراه دي. ده الماتش بتاع صبري ولا يلا الجوهري برضه عماره اللي يقول لك الجوهري دكتاتور. صبري ومدحت ولا مين؟ كنت انا وصبري ومدحت واسامه نبيل قاعدين في فندق الاتاف في الاسماعيليه وبنعمل التشكيل، وقاعدين انا وكابتن محمود سعد وعبد الرحيم محمد الله يرحمه وكابتن الجوهري. فهو عندنا هشام وطلعت منصور ومعتمد، فعايز يلعب بليبرو. قلت له حضرتك يلعب بهشام؟ والله العظيم بجد انا الكابتن الجوهري دي حاجه مش هنساها له. عامل التشكيل ما فيهوش معتمد، فانا قاعد على شماله بقول له يا كابتن الجوهري طب ما معتمد لسه خبره صغيره لسه شاب ونحط 2 خبره طلعت وهشام يكن. والله يا عمار قام شاطب بالقلم بالقلم الرصاص، انا بحكي وقائع وقام كاتب معتمد ليبرو وطلعت وهشام. صحيح. اللي قال لك الجوهري دكتاتور ما بيسمعش حاجه. لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ طيب معتمد توافق تشتغل مع مدير فني اجنبي؟ توهه يراوديك والله يعني انا قلت لك يا مهيب انا في الحته دي انا ما بعرفش يعني افكر في مصلحتي،
لكن اللي عايز نادي لعيب. الزمالك انا اعمله يعني. لعيب. ايه لعيب. انا بقول لك انا في وقت زي ده ما بعرفش افكر، مع ان انا في جه وقت مع جوميز قلت لا يعني عشان ما اعملش مشاكل والكلام ده، لان انا كنت ساعتها اشتغلت مدير فني يعني، لكن اللي فيه مصلحه نادي الزمالك انا عامله. يعني كلام محترم من مدير فني كبير. في ناس ما تقبلش الكلام اللي بيقوله معتمد ده. ليه؟ لا، في ناس ما تقبلش ان هو يشتغل مع بس مدير فني معتمد أجنبي. ابن نادي الزمالك. يعني خلي في- بالك انا شاهد عيان على خلي بالك مشوار معتمد خارج من معتمد الزمالك مدير فني. مهيب. آه. انا شاهد عيان مع معتمد، لان معتمد احنا بنلعب مع بعض منتخب اولمبي واحنا لسه 18 طبعاً، سنه طبعاً، 19 سنة. مع كرول. مع طبعاً. كرول. فمعتمد وصبري الله يرحمه ومدحت عبد الهادي واسامه نبيه واحمد عبد الله ومؤمن سليمان، الجيل ده انا عارف ان هو معجون حب للزمالك. فمعتمد مش غريب عليك ان انت تساله سؤال ويقول لك لا انا تحت اي مسمى تمام. هبقى موجود في الزمالك يعني. حبيبي بعد عمرو، ربنا يخليك يا عمرو. الفاصل مكملين معاكم. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عندي خبرين كده، واحد على مصطفى فتحي واحد على مصطفى شوبير. اتنين مصطفى فتحي مستاء بشكل كبير جدا من الانباء اللي بتتردد لعودته لنادي الزمالك مره اخرى. الاستياء مش من العوده، هو مصطفى فتحي ابن نادي الزمالك يعني ما عندوش مشكله ان هو يرجع نادي الزمالك. الاستياء ان ما حدش كلمه خالص، وان الانباء دي دايما بتتردد. لكن هو مصطفى فتحي بعيد تماما عن مستواه. مصطفى فتحي مستواه اكبر من كده بكتير. يعني لما شفته في ماتش انجولا، لا مصطفى عنده كتير من كده. يعني في يعني التركيز في مستوى وعوده مستوى مصطفى فتحي هو الاهم ليه دلوقتي، مش انتقاله من نادي الى اخر. ايضا هناك عروض احتراف يعني ابتدت بشكل كبير الكلام عليها على مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كان في ناس بتتابعه في مباراة أنجولا، وكلاء عالميين بيتابعوا مصطفى شوبير بالأخص في مباراة أنجولا، وده إن دل يدل على أن هناك ترقب، وهناك يعني في ناس بتتابع مصطفى شوبير عشان يحترف أو يخرج. وأنا أعتقد أن خروج مصطفى شوبير من النادي الأهلي لن يكون بالشيء السهل. يعني مش شيء سهل ان مصطفى شوبير يخرج من النادي الاهلي، لانه هو مستقبل النادي الاهلي السنوات القادمه طبعا، مع الشناوي اللي بيأدي اداء رائع مع منتخبنا الوطني. لكن مستقبل النادي الاهلي هو مصطفى شوبير. وايضا سيحه من الحراس الجيدين جدا، لكن دايما حراس المرمى الصغيرين يا جماعه نصبر عليهم شويه. كابتن احمد، يعني كنت علقت على ناصر منسي وقلت ناصر منسي احرز هدف وعلقت عليه بوست ايجابي يعني. طبعا. هل يعني ناصر منسي ممكن يرحل عن نادي الزمالك، او شايف ان هو جدير بالاستمرار في نادي الزمالك؟ الراجل ده شهد العصر. ناصر منسي رحل عن نادي الزمالك، ومعتمد واحمد سليمان طلبوا بعودته ورجع. مفاجاه خلاص يعني الاستغنى بتاعه طلع. والراجل اللي على شمالك ده كان ليه دور كبير في اخر جدا لحظه ان يرجع ويجيب جون السوبر المهم اللي هيفضل في التاريخ يتعاد 40 50 مره. ناصر منسي لعيب. احنا عندنا قوام اساسي لنادي الزمالك، والفرقه دي كانت بتتعمل باسلوب مدروس من اول ما جه المجلس دوت، والاحلال والتبديل زي ما قلت لك قبل هو كده. ايه اللي مدروس احنا في اول الموسم من اول اللعيبه اللي موجوده اللي جت دي مدروسه، وهو اما ناصر منسي يحافظ عليه، اما يجدد لصبحي وجدد لعواد ده ماشي. وجدد لفتوح. ده لا ازاي بقى انت مش عاجبك دوت؟ لا ده مدروس. حصل مدروس. ايوه انا بحسب فيه حضرتك لعيبة. بتكلم دلوقتي يعني انا بتكلم فيه لعيبه. ماليش دعوه انا بكلمك البدايه مع مجلس الاداره. واستغنينا عن حوالي 21 لعيب. واخد بال حضرتك؟ جه حوالي لعيبه كتير جدا فيهم بقى مقام اساسي دلوقتي. فتوح رجع لمستواه بنتايج. ناصر ماهر ناصر منسي اتجدد له. سيف الجزيري اتجدد له. اما قلنا خريطه الطريق اللي احنا هندي الفلوس للعيبه، ندي الفلوس للجهاز الفني، هنجدد للاعبتنا، فاضي حاجه نجيب. طب ما لما في دراسه وفي كلام حلو اهو، ما مشيتوش ليه؟ في ظروف حصلت اللي انت في ظروف اللي انت كان عندك موضوع الارض وطموح الارض اللي انت هيجيب فلوس كتير جدا. فالموضوع فتح بقوه على اساس ان المداخل الماديه تبقى كتير يعني. لكن ما حصلش توفيق والمداخل الماديه وقفت، فدي اللي عامل العجز كله يعني. انت ما سمعتش سؤالي نادي الرائد السعودي. طيب انت ما سمعتش سؤالي، بقول لك لما في دراسه كده ليه ما درستوش بيع زيزو لما جالكوا فاكس مثلا بالعرض ب6 مليون ونص والكلام ده، لما هي الدراسه يعني جيده كده؟ لا تعليق. لا تعليق. طيب انا بس عايز اسالك سؤال. اتفضل. اللعيبه اللي النادي الاهلي عايزها من المصري اللي هم المساك خالد صبحي واحمد ده طلب المدير الفني ولا؟ اكيد طبعا.
ولا اكيد، اصل خالد مش في- صبحي بيلعب في الدوري، فاكيد شافه اتفرج عليه. مش بيلعب بشكل مستمر؟ لا يعني بس يعني بس هو معتمد. ممكن انا اجاوب على السؤال ده بعد اذنك. اتفضل. في لجنه في هو الاهلي بتختار تقريبا؟ الفتره الاخيره في النادي ما لا الاهلي هي اختيار عشوائي، انت بتشكك في هو- واحد في منتخب مصر. مهيب. الفتره الاخيره في النادي الاهلي اعتقد ان سياسه النادي الاهلي ان اي مدير فني يجي يلاقي اللعيبه موجوده، اه مشان على فكره اللعيب. دي حاجه كويسه. طبعا انا لما بأيدك. كولر لأن المدير كان الفني كده. طبعا. ممكن يقعد 6 شهور سنه بالظبط، ويمشي. برافو عليك. المدير مش الفني ما مش بيقعدش قصة يعني كتير. معتمد. طيب كولر ما بيقعدش ايوه كتير. ماشي. ما انت كل- بتاسس طالما اللعيب كويس. اصل اللعيب انت بتتكلم على خالد صبحي ده منتخب مصر. أيوة. حتى كابتن احمد سليمان قال لك لا دي صفقه الرابع فيها بذكاء وحمزة علاء المعهود الرابع فيها منتخب مصر. وحمزه علاء بقى له فتره بالظبط. بيتمرن مع هل الدرجه لكن المدير ما الفني- يبقاش هناخد اللعيبه اعملها أيوة. جرش عنه. بالظبط كده. طيب بمناسبه حمزه عبد الكريم، اسامه زكي مدرب ومكتشف حمزه عبد الكريم ومدرب الرائد السعودي. اهلا بيك يا كابتن اسامه، مشرفنا عبر اللعيب اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا كابتن مهيب، حبيبي. وبرحب بالساده الضيوف. كابتن معتمد جمال طبعا ابن منطقتي، وكابتن نادي الزمالك، كابتن محمد عماره كابتن النادي الاهلي، أهلا وسهلا. كابتن احمد سليمان. اهلا وسهلا. كيف اكتشفت حمزه عبد الكريم؟ ايه اللي حصل؟ والله احنا في البدايه طبعا بشكر النادي الاهلي انه ادى الفرصه لحمزه عبد الكريم. طبعا فخر قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان حمزه يروح نادي كبير زي نادي برشلونه، والنادي الاهلي يديله الفرصه انه يحترف. في البدايه سنه 2020 كان مستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، وكان كابتن خالد بيبو رئيس القطاع. كابتن خالد بيبو اتصل بيه وقال لي كابتن محسن صالح في ولد بيقول عليه لعيب كويس من اكاديميه اسمها ايجلز في 6 اكتوبر، بص عليه. كنا احنا طبعا واخدين تعليمات من مستر مايكل اللي احنا ندور على الكواليتي. فكنت ماسك فرقه 2008 ساعتها، كان حوالي 40 لعيب، صفيناهم تقريبا ل 20 لعيب. ايوه. دخلنا عليهم عمر العدوي ولعب منتخب مصر الحمد لله، ودخلت عليهم مهند الشامي ولعب منتخب مصر، وجالي حمزه دخل في التمرين على طول طبعا لان ما كانش فيه اختبارات. من حسن حظنا ان انا كنت عامل وحده تدريبيه فيها تخصصي مهاجمين، استقبال كروسات وشوتنج، فتلاقيت كواليتي لعيب مختلف عن معظم رؤوس الحربه اللي موجودين في مصر. الكلام ده كان عنده تقريبا 13 سنه، بس تحس ان هو كان لعيب كبير يعني. من اول تمرينه لفت نظري بمهاراته، استقبال الكروسات، العاب الهوا. يعني انا بتهيألي حمزه القدرات الفنيه والبدنيه اللي عنده من سن 13 سنه وكانت باينه قوي ما شاء الله. في السن ده. كلمت الكابتن خالد بيبو وقلت له خلاص الولد كويس جدا، لعيب كويس قوي. وابوه كان ساعتها والده كان بيتمرن في زد، كان زد بيعمل قطاع ناشئين جديد، فكان بيجي تمرينه وتمرينه لمده اسبوع. كلمت والده قلت له لا مش هينفع الكلام دوت، خلاص احنا عايزينه في النادي الاهلي. والحمد لله رب العالمين ضم النادي الاهلي، قعدنا موسم، خدنا بطوله الدوري ساعتها وخدنا بطوله دوره زد. والسنه اللي بعدها لما رحت 2007 كنت بصعده معايا خلال ال3 سنين اللي انا خدت فيهم دوري الجمهوريه في النادي الاهلي. شايف ايه اللي لفت نظر برشلونه في حمزه عبد الكريم من وجهه نظرك؟ والله حمزه فيه كل مقومات راس الحربه اللي يتمناه اي مدرب، وانا بقول لك كواليتي مختلف عن رؤوس الحربه اللي موجودين في مصر. يعني يمكن يعني في نوعين من مهاجمين على مدار تاريخ مصر، نوع اللي هو كابتن محمود الخطيب، نوعيه اللعيب المهاري المهاره العاليه جدا، كابتن حمدي نوح، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن محمد صلاح ابو جريشه. في نوعيه ثانيه بالكابتن حسام حسن، الكابتن ميدو، الكابتن عمرو زكي، بتختلف عن يعني فيها مهاره وكل حاجه، بس أيوه. فيها القوه والسرعه. يعني كواليتي مختلف. كواليتي مختلف. حمزه عبد الكريم بيجمع بنسبه كبيره نسب النوع دوت والنوع دوت. عنده نسب كبيره من المهاره ونسب كبيره من القوه ونسب كبيره من السرعه. فاعتقد ان هو ستايل لعيب اوروبي وبتمنى له التوفيق. تواصلت معاه؟ والله والده تواصل معايا الفتره اللي فاتت دي وكلمني وطبعا بيشكرني على طبعا في مدربين يحسب لمدربين النادي الاهلي كلهم طبعا، لان انا مسكته سنه نعم كنت بصعده 2007، لكن كان في مدربين كل قطاع الناشئين في النادي الاهلي طبعا المدربين اللي مسكوه حوالي سنتين 3 برضو قدروا يطوروا منه. لكن انا كانت عيني عليه باستمرار لان انا كنت ماسك 2007 وكنت بصعده معاه باستمرار، هو وبلال عطيه، مهند الشامي، عمر كمال، مجموعه لعيبه كده اللي هم كانوا بيروحوا منتخب مصر كنت بصعده معاه. بشكرك كابتن اسامه. بس كابتن معتمد عايز اقول لك حاجه حبيبي. سمسم
كابتن. كابتن اسامه، كابتن مهيب ده يعتبر اخويا الكبير، ويمكن النجم بتاع منطقتي، يعني كابتني واحسن واحد كان بيلعب كوره في سننا في شبرا، ولعب في الاهلي وفي الزمالك، ومدرب كبير جدا كابتن اسامه، احنا بنتعلم منه يعني. بقى انت فين حبيبي يا يا كابتن. سمسم، في السعوديه ولا هنا؟ انا في السعوديه والله. طب وايه اللي ملبسك الترنج ده يا جدع؟ النادي الاهلي يا كابتن. لا مش نلبس ترنج الرائد يا عم اسامه ولا ايه؟ ده المرة هنا الجاية. الله. المره اللي جايه. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن، ترجع ده لنا. خطفك يا كابتن اسامه. لا ده اخويا الكبير لا اصل ده. الكابتن معتمد يا كابتن مهيب، احنا متربيين سوا. طب وري له عشان بس مش باين قوي في الصوره، اطلع فوق سنه وري له كده الشعار، وري له الشعار يا كابتن اسامه. ايوه كده، ارفع كمان، ارفع الشعار، ارفع الشعار. ايوه اهو. لما ترجع لنا بالسلامه يا سمسم، شعار ترجع لنا الأهلي. بالسلامه، ترجع لنا حبيبي يا بالسلامه يا كابتن. حبيبي. عامل شغل حبيبي كبير يا جدا في كابتن. السعوديه يا ما شاء كابتن الله. اسامه، وموفق، وربنا يكرمه ويبقى بشكرك حاجه كبيره كابتن جدا. اسامه، وبالتوفيق، موفق ان حبيبي. شاء الله باذن حبيبي. الله كابتن شكرا اسامه. كابتن، ربنا يخليك. كابتن ربنا اسامه يخليك. زكي، ربنا يخليك. المكتشف حمزه عبد الكريم. مصر هتعمل ايه مع بنين؟ 3-0 ان شاء الله. ها؟ 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله ايه نكسب. السكته دي يا عماره؟ إن مش شاء الله فاهم. نكسب. انت خايف تتكلم؟ لا، ايه لا، السكته لا، دي؟ لا، نكسب. يعني ايه يعني مش مستحمله السكته يعني انت عايز الكبيره منين دي؟ تكسبنا يا مهيب يعني؟ لا دي كوره يا عماره، ما فيهاش يا جماعه كده. لا بس في هنعمل معطيات. نتيجه كويسه ان شاء في الله. معطيات. إيه؟ في معطيات، احنا احسن. واخدين العلامه الكامله، متعادلين ماتش وكسبانين ماتشين. مش العلامه كامله بقى، 7 7 يعني يعتبر العلامه الكامله ان انت اول يعني. ماشي. اللي انت اول ماشي. فبالتالي النهارده انت اجهز. اظن اسبوع كافي جدا اهو، اللعيبه ارتاحت. كابتن حسام غير في اخر مباراه ضد انجولا 11 لعيب، وده يعني ما كانش متوقع ان احنا نلاقي الكم الكبير ده من اللعيبه. يعني هو كان قلبه جامد قوي ان هو غير ال 11 كلهم بما فيهم حارس شوبير. المرمى شوبير. فالنهارده لا احنا عندنا جيل كويس، بس نوصل بقى لابعد مدى في البطوله. ده اللي الواحد يتمناه. انما بنين احنا الحمد لله طول عمرنا بنكسبها، يعني حظنا عالي عليهم. وعندنا بقى صلاح ومرموش وتريزيجيه وامام عاشور، لا لعيبه احنا وكمان يا مهيب، انا عمري ما قلقت من اي فرقه افريقيه. تمام. عمري ما اديني قلقت. نتيجه بقى عشان وقتي. ان شاء الله نكسب 2-0. معتمد. انا زي ما قلت لك نتيجه ان شاء الله نعمل نتيجه كبيره. وبقول لك اللي البطوله بتروح لنا، بتقرب لنا يعني. في يعني بوادر طب كده. بالنسبه لحضرتك يعني بالنسبه للمغرب، مع احترامي للمغرب والسنغال والجمهور لا بقى هو بيقول المغرب بقى عشان الجمهور والكلام دوت. البطوله بتقرب لنا، امال الناس دي ما بتقرب لهمش البطوله برضه؟ لا يعني ما انا بتكلم على كواليتي. بتكلم على كواليتي يعني. المغرب هو المرشح الاول لهذه البطوله. والسنغال اتعادلت مع المغرب في ماليش دعوه، انا بقول لك انت يعني هنتكلم كوره امنيات. طبعا مصر يا رب يا رب يا رب مصر، لكن كوره المغرب هي المرشح الاول لهذه البطوله. نتمنى ان الاثنين يتقابلوا في طب انا النهائي. بقول لك المغرب مش هتاخد البطوله. المغرب مش هتاخد البطوله. ليه؟ انا بقول لك المغرب لا هتاخد مش البطوله. يعني ماشي يعني ان شاء الله ربنا يدينا العمر ونيجي نتقابل بس تاني. يعني اتمنى مصر. كابتن احمد، فك لنا الاشتباك ده. لا طبعا هو اهم حاجه ان احنا نوصل النهائي. بعد كده لما نوصل النهائي دي ليه حسابات تانية، مباراه 90 دقيقه ليه حسابات. احنا وصلنا النهائي مرتين وما خدناش يا كابتن. ما بقول لك برضه، ما هو طب ما الحسابات من المباراه اللي جايه يا كابتن احمد. ايه ده؟ الحسابات من ايوه، ما المباراه اللي جايه بدين. يعني ماتش بدين ماتش دي مهم جدا. هي اللي هتوصلك للنهائي. ماتش مهم جدا لبنين. يعني اقرب بوركينا ممكن تعمل لا ما طبعا الموضوع المغرب ما هنفكرش يعني خطوه خطوه. عندنا مباراه ببنين دي وربنا يكرم فيها ان شاء الله. تمام. وانا شايف ان هنعمل مكسب كويس يعني، مش ان شاء هتعدل الله تبقى رساله إن شاء الله. لكل بس كابتن احمد انا عايز بس انسى قبل ما انسى. انت قلت يلا مصطفى فتحي. مصطفى فتحي لعيب مميز جدا. ولازم كابتن حسام يستفيد منه الفتره اللي جايه. مصطفى فتحي الفتره الحاليه هو احسن من امام عاشور، واحسن من زيزو، واحسن من ناس كتير موجود. لا بص يا مهيب بتاعه صعب جدا. اتحداك في ماتش انجولا هات مش احسن من صلاح، مش احسن لا مش احسن من صلاح. انا قلت لك اسماء. من تريزيجيه. مصطفى فتحي في الفتره الحاليه احسن من اسماء كتير. احسن من تريزيجيه، واحسن من زيزو، واحسن من امام عاشور. الخلاصه اللي محمد اللي هو كابتن حسام مصطفى فتحي اللي هو بيلعب بنفس كما بالظبط. لا بص هقول لك حاجه معتمد لما لعب الماتش اللي فات يا مهيب. ايوه
ايوه ده عشان صلاح كل مريح. كوره جايه في رجل مصطفى ده محمد عشان مصطفى صلاح- فتحي فهو عشان لعيب اللعيبه مؤثر. الاساسيه مريحه عمره، إيه؟ لكن هو حظ الوحش اللي هو بيلعب مكان محمد صلاح. بشكرك كابتن عماره، شرفتنا أشكرك ونورتنا. والله. كابتن معتمد شرفتنا حبيبي يا ونورتنا. كابتن كابتن احمد شكرا شرفتنا ربنا ونورتنا. اشوفكم غدا وحلقه جديده من اللعيب في كاس افريقيا على MBC مصر. الى اللقاء.